السلام عليكم ورحمة الله. عبد الرزاق جفو، مدير معرض روائع لفنون الخط العربي من تنظيم جمعية ألاروز للتنمية والثقافة بدعم من وزارة الثقافة والرياضة والتواصل، قطاع الثقافة وجماعة أكادير. اليوم هو اليوم الثاني من المعرض اللي شهد مواصلة المعرض وكذلك دورتين تكوينيتين في الصباح، والآن نشاهد نهاية الدورة التكوينية الثانية بالنسبة ل يعني الفاعلين الجمعويين بأكادير. كان حضور موازي كما شاهدنا في الافتتاح يوم أمس، كذلك حضور عدة من يعني محبي وعاشقي هذا الفن، فن الخط العربي عامة وبالخصوص فن الخط المغربي. يوم غد إن شاء الله في برنامج هذا المعرض قد تكون واحد دورة تكوينية صباحية للأطفال في تحسين الخط الاعتيادي لدى التلاميذ المؤسسات فيهم العمومية والخصوصية، كذلك هنا بدار الشباب بسرباو. وكذلك بعد يوم غد هو يوم الاثنين إن شاء الله سيستمر المعرض، لأنه استمر من يوم 11 إلى يوم 18. اليوم الأخير سيكون ختاما بسهرة فنية ملتزمة في إطار هذا الفن العريق. سيكون إن شاء الله في هذه السهرة تكريم خاص لأحد رواد الفن الخط العربي على مستوى جهة سوس مسا، الأستاذ السليم، والمعروف كذلك على الصعيد الوطني بعمله وكذلك يعني لوحاته الفنية في هذا الفن. ولا ننسى غدا إن شاء الله مساء سوف تكون ندوة فكرية بخصوص هذا الفن من تأثير الأستاذ رشيد كذلك ومجموعة من المحضرين في هذا المعرض. ونرحب بجميع جميع الحاضرين والزوار، والمعرض راه مفتوح 4 أيام بحسب توقيت البرنامج. كما عهدنا أنه لأول مرة على مستوى أكادير ينظم هذا المعرض ويكون مفتوح للعموم لجميع عشاق هذا الفن في المشاركة، لا في الندوات الفكرية وكذلك الدورات التكوينية وأيضا المهرجان أو يعني السهرة الختامية. فمرحبا بجميع. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.